تعالوا بينا النهارده نعمل الفاصوليا الجميلة دي، وكمان أحلى حاجة إن الحاجات كلها كانت مفرزة في الفريزر، فسهّلت عليَّ الدنيا كتير جدًا. الفاصوليا دي والبصل والطماطم ال3 دول كانوا مفرّزين. الفاصوليا الخضرا زي ما أنتم شايفين بُصّوا الخضار أنا مش باحطها لا في مَيّة سخنة ولا أي حاجة، أنا باجيبها أغسلها وأقطّعها وأفرّزها أخرّج منه الهوا كويس جدًا وأفرّزها زي ما هي. والبصل نفس الحكاية باقطّعه برضه بافرمه واشيل حبّة حلوين بينفعوني بقى في أي أكلة أمّا أكون مستعجلة. فأول حاجة رُحت مخرّجة كل الحاجات دي، ما خدش منّي بقى وقت طبعًا، حطّيت الفراخ على البوتاجاز لغاية لمّا تنزّل الدسم بتاعها عشان آخُد الشوربة، ورُحت جِبت حلة حطّيت فيها معلقة سمنة وحبّة زيت ونزلت بالبصل زي ما هو متلّج، اوعي تسيبيه إن هو يفُك، بتحسّي فيه مرارة كده. وبتجيبي بقى معلقتين من التوم حلوين كده، أهم حاجة التوم، التوم بيدّيها طعم حلو أوي، وفلفل أسمر، واوعي تحطّي بهارات، زي ما اتفقنا ما تضيّعيش طعم الأكل. لازم تحسّي بالأكلة نفسها، تدّي الحاجة حقّها، وبتجيبي مكعب مرق الدجاج بُصّوا بقى حُبِّك للأكل والمطبخ هيخلّيكِ تعملي الأكل سبحان الله، ممكن تكون مثلًا حد بيعمل نفس الأكلة، بس ممكن تكوني أنتِ بتعملي الأكلة طعمها أحلى من مثلًا حد بيعملها بنفس الطريقة، هو ده النَفَس أعتقد اللي بيقولوا عليه. وبعد ما حطيت بقى البصل والمكعب المرقة والفلفل الأسمر والتوم، نزلت زي ما هي متلجة كده الفاصوليا بُصّوا خضرها وجمالها، عشان ما حدش يقول لأ لازم نحطها في مَيّة مغلية وبعد كده مَيّة ساقعة عشان تحافظ على لونها، زي ما هي زي ما أنتم شايفين. وبعد كده نزلت بالصلصة بتاعتي المعصورة، وبرضه كنت مفرّزاها برضه بس دي كانت فكِّت. وبعد كده رُحت بقى إيه، حبّيت إن أنا أحُط معلقة صغيّرة زي ما أنتم شايفين من السُكّر، ده سُكّر علشان الحموضة بتاعة الصلصة، وعشان ما تتعبيش. اتعودي دايمًا أمّا تكوني تطبخي أي حاجة حُطّي معلقة سُكّر صغيّرة، وبعد كده حطيت كمان معلقتين من الصلصة علشان برضه تتقِّلها شوية، وبُصّوا ما حطيتش نقطة مَيّة، وأوطّي عليها وتعالوا نشوف شكلها. بعد ما فات شوية كده بُصّوا تابعوها عشان ما تلزقش، ما حطيتش زي ما أنتم شايفين نقطة مَيّة، كل ده البصل وكلّه هارِك في بعضه. وزي ما أنتم شايفين دلوقتي بقى لمّا دخل نُص سِوَى كده، ابتدت في نُص سِوَى ابتديت أنزل بقى بالشوربة بتاعتي، بس ما تكتّريش من الشوربة علشان ما تبقاش مصلصلة زي ما بيقولوا، يعني تبقى خفيفة وتحسّي مش باين فيها البصل مع الطماطم، لازم تكون كده زي ما أنتم شايفين تبقى ماشية كده تقيلة معاكِ، فما تكتّريش في الشوربة، شوية بشوية كده. وأنا دلوقتي بقى هابتدي إن أنا مثلًا أحُط حبّة ملح صغيّرين، بس طبعًا هي قاطعة معايا تدوقي طعمها وتتابعيها عشان أنتِ حاطة مرق الدجاج خلّي بالِك، وتوطّي عليها بقى وتسيبيها تعيش حياتها. في نفس الوقت باعمل بقى حبّة الرُز بتوعي عقبال ما الفراخ برضه تتسلق، رُز بشعرية كده بمعلقة سمنة على حبّة زيت وغاسلة الرُز كويس ومصفّياه، وتنزلي وتفضلي تشوّحي على البوتاجاز شوية لغاية لمّا الرُز بيبقى معمول يعني متغطّي كده بالدسم، بتحسّي فتح كده ما بيعجّنش معاكِ بالطريقة دي. وبانزل بقى برضه بنُص مكعب كده مرق الدجاج، ما دام هاحط مَيّة باحط نُص مكعب مرق الدجاج وحبّة ملح، وتبتدي إن أنتِ بقى تحطّي المَيّة مغلية، ما تحطّيش مَيّة باردة، ولغاية لمّا تغطّيه كده بسنتي، بصابع، بعُقلة صح كده، وتروحي موطّية عليه خالص وتسيبيه يعيش حياته. خلّصنا أكلتنا، عملت حبّة شوربة لسان عصفور، وكمان يعني عملت أهو الفاصوليا زي ما أنتم شايفين الفاصوليا مش عايزة أقول لكم كانت رهيبة، رهيبة فعلًا. الحاجة لمّا بتكون ني في ني بتبقى جميلة جدًا، وبتحسّي إنها خفيفة وجميلة خالص وما بتتعبش المعدة على فكرة. ومعلقة السكر الصغيرة دي برضه بتساعد على إن الحموضة بتاعة الطماطم دي للناس بالذات اللي بتتعب من الخضار والطبيخ. يا رب تكون عجبِك أكلتي النهارده، بالهنا والشفا.